اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنقدم لكم انا وماما طريقة عمل الجلاش محشي لحمة مفرومة. يا رب الاكلة النهارده تعجبكم. ويلا بينا نبتدي نقول المقادير ونقول بسم الله. معنا لفتين من الجلاش دولت لعمل صينيتين. لو انت تعمل صينية واحدة تبقى كفاية لفة واحدة من الجلاش. ومعانا ربع كيلو لحمة مفرومة، ومعانا زيتون مخلي من البذر، ومعانا جبنة رومي وطماطم وفلفل رومي وبصلتين وكوبايتين من اللبن وبيضتين دولت هنسقي بيهم الجلاش قبل ما نحطه في الفرن. ومعانا زبدة مسيحينها. هنبتدي اول حاجة نعصج اللحمة المفرومة ونقول بسم الله. معانا حلة على النار حطينا فيها معلقتين من الزيت، لو حابة تعملي بسمنة او بزبدة ممكن. ومعانا البصلتين قطعناهم صغير هننزلهم على الزيت وهنفضل نقلب فيهم لحد لما لون البصل يبقى اصفر كده معانا. اول ما البصل يصفر كده زي ما احنا مش شايفين هنبتدي بقى نجيب ربع كيلو اللحمة اللي معانا وننزله على البصل. وطبعا لو انتي حابة تعملي بكمية اللحمة اكتر او اقل ممكن. هنفضل بقى نقلب في اللحمة المفرومة لحد لما اللون الاحمر اللي فيها دوت يروح خالص ويبقى لونها كده يتغير زي ما احنا مش شايفين. وبعد كده بنحط لها بقى حبة فلفل اسود، وبعدين نحط لها كوباية مية، يعني نغطيها كده بالمية علشان بس نتأكد ان هي استوت كويس. ونحط لها ورق لورا وهنقلبها وهنسيبها لحد لما تشرب المية ديت خالص، يعني اللحمة المفرومة ديت ما يبقاش فيها مية خالص. واخر حاجة هنحط لها بقى الملح بعد ما تستوي، وكده تكون خلاص اللحمة جاهزة معانا. وهنبتدي بقى نجيب الصواني اللي هنعمل فيها الجلاش. طبعا اي صينيتين بيدخلوا الفرن، واحنا طبعا هنعمل صينيتين. لفة الجلاش بنحطها في صينية، بنحط نص لفة الجلاش في الاول في الصينية ونحط الحشو، وبعدين بنحط نص الجلاش الباقي معانا. بس بنحطهم ازاي؟ بندهن بقى الصينية كده بمعلقة من الزبدة، ونبتدي نجيب ورقتين من الجلاش نحطهم في الصينية وندهنهم بمعلقة من الزبدة، ونرجع نجيب ورقتين تاني ونفردهم برضو في الصينية وندهنهم بمعلقة من الزبدة لحد لما نخلص نص لفة الجلاش. وطبعا اللحمة المفرومة معصجينها جاهزة معانا. بنجيب بقى اللحمة المفرومة بنقسمها على الصينيتين ونشيل منها ورق اللورة اللي احنا بنكون حاطينه. وطبعا الطماطم اللي معانا قطعناها صغير بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنبتدي بقى نقسمهم على الصينيتين. والفلفل الرومي برضو قطعناه كده صغير بنبتدي برضو نقسمه على الصينيتين. طبعا لو انت حابة تحطي فلفل حراق ممكن. ومعانا طبعا الزيتون الاخضر اللي معانا برضو بنبتدي نحطه على الصينيتين. لو حابة تحطي زيتون اخضر او اسود برضو ممكن، الاتنين بيبقوا حلوين في الاكلة دي. والجبنة الرومي حطيناها، ولو انتي حابة تضيفي اي نوع جبن تاني براحتك، بس الجبنة الرومي بيبقى طعمها حلو قوي مع الجلاش. بعد ما خلصنا الحشوة اللي معانا كلها بنبتدي برضو نفرد بقية الجلاش اللي معانا. كل رقين بنحط ما بينهم معلقة من الزبدة لحد لما نخلص كمية الجلاش. بعد ما الصينيتين خلاص جهزوا معانا بنبتدي بقى نقطعهم الأول، وبعدين نرش عليهم معلقة من الزبدة. وبنجيب بيضة في كوباية نحط عليها شوية فلفل اسود ونقلبهم، ونكمل الكوباية باللبن. ونبتدي بقى نحط كوباية اللبن ديت على الوش بتاع صينية الجلاش، نفضيها كده على الجلاش
وبعدين ندخلها بقى الفرن على الشبكة على درجة حرارة 180، يعني درجة كده متوسطة، ونسيبها لحد لما تحمر معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كده خلاص اول صينية اتعملت. بنبتدي برضو نعمل الصينية التانية بنفس الطريقة، واللبن والبيض بنرش على الصينية قبل ما ندخلها الفرن على طول. كده برضو الصينية التانية بتكون جاهزة معانا، بندخلها برضو الفرن وبنسويها برضو من نفس الطريقة. كده بنكون خلصنا صينيتين الجلاش اللي معانا، وزي ما احنا مش شايفينهم خلاص كده استووا، وشايفينهم شكلهم حلو كده ازاي، وطعم الجلاش بيكون جميل جدا وهتعجبكم قوي. والحشوة اللي في الجلاش ديت حلوة قوي، وشايفينها ازاي معانا، يعني ولا بتبقى لازقة في الصينية ولا اي حاجة. لو جربتوها هتعملوها على طول. لو عجبتكم بقى الأكلة النهاردة اشتركوا في القناة ودعمونا باللايك، وقلنا ايه رأيكم في الجلاش، وبألف هنا وشفا عليكم.